السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بالمسرات متابعينا الكرام. بإذن الله بعد لحظات تباشر رئاسة شؤون الحرمين الأعمال الدورية لتطهير سطح الكعبة المشرفة وصيانة ثوبها. لتفاصيل أكثر خلونا نتابع. والآن مع بداية أعمال تطهير سطح الكعبة المشرفة. يتم إزالة الغبار والنمش من أعلى ثوب الكعبة المشرفة، ولا توجد هنالك أي جزئية في سطح الكعبة المشرفة إلا ويتم مسحها، سواء الرخام أو حامل الكسوة، وبكوادر شابة سعودية من الذين شرفهم الله في خدمة بيته العتيق. تم ولله الحمد الانتهاء من تطهير وغسيل سطح الكعبة المشرفة. وتجري الآن أعمال الصيانة الدورية لثوب الكعبة المشرفة ومعالجته. عرفنا أكثر عن معالجة الثوب. دائما عندنا عمل ومتابعة باستمرار لثوب الكعبة المشرفة وعمل صيانة له. الثوب دائما ينزل أثناء الأمطار، وكل بعد فترة ينزل الثوب، ممكن في السنة ينزل أقل من متر نزول. الحرير ينزل يشمر الحرير، وبعض الأحيان نرفعه نوزن الحزام إذا احتاج وزن. اليوم عندنا الركن اليماني نزل، شوف هنا لاحظ تم عملية نزول له بعد الأمطار اللي حصلت، فنبدأ حنا نعيد ترتيبه ثاني مرة بحيث يبدأ بشكل بيضاوي داير. نبدأ بعملية فك الخيط القديم وتغييره بخيط جديد، ثم نبدأ بعملية شد القماش كما تلاحظون، ناخذها واحدة واحدة ونبدأ بعملية الشد، لأن كما ذكرت سابقا الحرير ينزل في السنة أقل من متر،
فنبدأ احنا بالمتابعة اليومية من قبل الزملاء على مدار اليوم خلال 24 ساعة. أي ملاحظة في الثوب يتم إنهائها في أسرع وقت وبأفضل جودة. يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات معالي الرئيس العام الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وما يحقق تطلعات ولاة أمرنا. فجزا الله حكومة خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما يقومون به من جهود لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. في أمان الله.